السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم سيمنات صغيورين في الفران معمرين بجوج حشوات اللي مختلفين، وبالعجينة العادية ديال المسمن كيجيو ما شاء الله خفافين بزاف ومورقين ما تشبعوش منهم. فخليكم معايا باش غادي ندوزو مباشرة باش نحضروهم. نبداو على بركة الله في أول مرحلة وهي تحضير العجين. أنا هنا غادي نستعمل العجانة، ولكن ماشي ضرورية حيت أصلا الكمية ديال العجينة غير قليلة، ممكن نعجنوها غير بيدينا. درت هنايا 500 غرام تقريبا ديال الدقيق، ضفت ليها ملعقة صغيرة ديال الملح وملعقة كبيرة ديال العسل اللي ممكن نعوضوه بالسكر طبعا. بعدها غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الخل. الدور ديال الخل هنايا كيخلي لينا العجينة كتجي خفيفة. ونضيف كذلك ملعقة كبيرة ديال خميرة الحلوى. صافي غادي نجمعو العجينة ديالنا بالماء العادي، نبقاو نضيفوه شويه بشويه حتى كنتحصلوا على عجينه ديال المسمن، غير هي كتكون شويه مرخوفه على العجينه العاديه اللي كنديروا بها المسمن. غادي نجمعوا العجينه وغادي ندلكوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. هنايا بعد ما دلكنا العجينه ديالنا مزيان غادي تلاحظوا ان الكميه ديال العجين غير شويه قليله، ولكن ما شاء الله غير هاد الكميه عطات لي اكثر من 12 حبه ديال المسمنات. لاحظوا معايا هنايا القوام ديال العجين هو كيكون كيتلصق شويه في اليدين كيف ما كتلاحظوا، وكيكون مرخوف شويه. ناخذوا العجينه ديالنا مباشره في الاول غادي ندهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا. دابا ما غاديش نحتاج نزيد ندلك العجينه ديالي مباشره، غادي نقطعها لقطع اللي يكونوا صغارين. بالنسبه للحجم ديال القطع هنايا على حسب الرغبه، اذا بغيتوهم كبارين او لا صغر من هادو اللي درت انا في الاول قطعتها الى 10 قطع، من بعد عاود صغرتهم وعطاو لي 12 كويره في الاخير. كل قطعه غادي نشكلها على شكل كره، غادي نخليوهم جانبا. صافي هنايا بعد ما سالينا من تشكيل الكويرات غادي نغطيوهم، ندهنوهم في الاول طبعا واحد شويه بالزيت صافي، وغادي نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا. وفي هاد الاثناء غادي نبداو نوجدوا الحشوات اللي غادي نعمروا بها المسمنات ديالنا. هنا غادي نعطيكم 2 اقتراحات، ولكن ممكن تعمروهم باي حاجه متوفره عندكم في البيت، ماشي ضروري هاد المكونات هادو. هنايا خديت 2 مقيلات صغار، وحده درت فيها زيت الزيتون وحده درت فيها القليل من زيت المائده. زدت ليهم بصله كبيره مشلضه اللي قسمتها على 2، يعني على 2 مقيلات. المقله الثانيه درت فيها السبانخ مجمده تقريبا واحد 100 غرام او لا اقل، وضفت ليهم الملح الابزار والثومه غبره. صافي غادي نخليو المقيله ديالنا تشحر على نار اللي هي متوسطه. دابا غادي ندوزو للمقله الاولى ونديرو فيها تقريبا واحد 150 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج مطحون. غادي نضيف ليه ملعقه كبيره ديال توابل الدجاج اولا العطريه ديال الدجاج اللي كتكون فيها الملحه. ما غاديش نحتاج نزيد الملحه هنايا باش ما تجيناش مالحه بزاف. غادي نضيف غير الابزار والثومه غبره. صافي غادي نخليو المقيلات ديالنا يتشحروا على نار متوسطه تقريبا 5 ديال الدقائق كيكونوا واجدين. هنايا بعد ما شحرتهم مزيان غادي نضيف فيهم القليل من الشامبينيون اللي كيبقى اختياري. صافي غنزيد نشحرهم حتى كينشفوا من الماء. صافي هنايا غادي تلاحظوا معايا انهم واجدين، 2 مقيلات بجوج بهم نشفوا من الماء تماما. دابا غادي نطفي عليهم ونخليهم جانبا حتى يبردوا. وفي هاد الاثناء غادي ندوزو باش نشكلوا المسمنات ديالنا. في الاول غادي نوجدوا الخليط. عندي هنايا زيت المائده،
غادي نضيف ليها زبدة مذوبة وملعقة كبيرة من الخميرة ديال الحلوى. غادي نخلطو هاد 3 ديال المكونات، غادي نبداو مباشرة ناخدو اول كويرة شكلناها هي اللي غادي نبداو بها. غادي ندهنو سطح العمل بطبيعة الحال بالخليط صافي، غادي نبداو نبسطو الكويرة ونشكلوها على شكل مسمنة، الشكل العادي المسمن. هنايا حاولت نسرع لكم المقطع باش ما يجيش الفيديو طويل وممل. حاولوا نبسطوا العجينه ديالنا مزيان باش في الاخير كنحصلوا على مسمنات اللي هما خفافين ومورقين من الداخل. وكل مره نبقاو ندهنوا بين الطبقات بالخليط ديال الزبده والزيت. صافي نشكلوا المسمنه ديالنا بالشكل العادي ونستمر على نفس الشيء حتى نسالي من كل الكويرات اللي عندي، وبعد غادي نرجع لكم ان شاء الله. ودابا بعد ما سالينا من تشكيل المسمنات كاملين، دابا غادي ناخدو اول وحده شكلناها هي اللي غادي نبداو بها. غادي نسرحوها مزيان بيدينا بهذه الطريقه هذه، وغادي نقطعوا الحواف ديالها بالموس اولا بالجراره ديال البيتزا باش كيجيو لينا في الاخير مورقين ودوك الطبقات كيكونوا باينين فيها. دابا غادي نعاود نقطعها الى الوسط بهذا الشكل هذا. صافي غادي نبداو نعمروها. غادي نديرو الحشوة ديال الدجاج وغادي نضيف عليها جبن الموتزاريلا اللي كيبقى اختياري طبعا. صافي وغادي نسدوها بهذه الطريقة، كنظن طريقة واضحة جدا شارحة راسها في الفيديو. ومباشرة غادي نحطوها في اللاطة اللي غادي ندخلوها للفران. هذه هي المسمنة اللي تحصلنا عليها. دابا غادي نوضعوها في اللاطة وغادي نعاود معكم وحده اخرى. غادي نعمروها بالسبانخ نفس الشيء. في الاول كنبسطوها واحد شويه وكنقطعوا الحواف. اللي ما بغاتش تقطع الحواف فماشي ضروري، ممكن تخليوها هكذاك. كنعاود واحد التقطيعه للوسط صافي كنبداو نعمروها. غادي نعمرها هاد المره بالسبانخ وجبن الموتزاريلا طبعا. صافي وغادي نسدوها ونستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو من كل مسمنات اللي عندي. كما قلت لكم في الاخر تحصلت على 12 مسمنه. صافي هنايا بعد ما سالينا من تشكيل المسمنات ديالنا غادي ندهنوا الوجه ديالهم. عندي هنايا اصفر بيضاء، ضفت ليه القليل من صلصه الصوجا والقليل من الخل. غادي نخلطوهم مزيان وندهنوا الوجه ديالهم كاملين. وبعدها رشيت عليهم الجنجلان. هنايا ديال الدجاج رشيت عليه الجنجلان، وديال السبانخ رشيت عليهم من الفوق حبوب الشيا. صافي دابا غادي ندخلوهم مباشرة للفران اللي كيكون ساخن على درجة حرارة 200 درجة. غادي نشعلو له من الفوق ومن التحت، والوقت كياخدو تقريبا بين 20 حتى 25 دقيقة حتى كيتحمروا مزيان وكيطيبوا من الداخل. وهادو هما المسمنات ديالنا مباشرة بعد ما خرجناهم من الفران. كيجيو رائعين جدا في الشكل ديالهم، كيجيو مقرمشين خفافين من الداخل خاويين من الداخل كيف ما كتلاحظوا معايا. كيجيو لذاذين بزاف. كنتمنى ان شاء الله انا الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. كالعاده اخواتي ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق للتشجيع فقط، وشاركوا الوصفه مع الاحباب ديالكم. واذا كانت عندكم اي استفسار او لا ملاحظه خليوها لي اسفل الفيديو في التعليقات. وإلى وصفة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.